السلام عليكم. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير دايما. صلى على الرسول. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا حبيبي يا شفيعي يا رسول الله. يلا نبدأ مع بعض بسم الله. ان شاء الله هعمل معاكم العجة المصرية على اصولها. والعجة طبعا ان شاء الله هنعملها بوصفتين زي ما انتم شايفين كده. صينية في الفرن، والبقية العجة هنقليها، يعني نص في الفرن ونص هنقليها. يلا نشوف مكونات العجة المصرية بتاعتنا ايه، خطوة خطوة كده، وركزي معايا للآخر عشان ما يفوتكيش أي مكون من ده. معانا 10 بيضات، طبعا غسلينهم تحت الحنفية بعد ما طلعناهم من التلاجة. يعني لما نيجي نحط البيض في التلاجة بنحطه زي ما جايبينه في الكرتونة بالظبط، أو من الفلاحة على طول تحطيه على طول في التلاجة، ما تغسلوهوش، هتغسليه قبل ما تستعمليه. فمعانا 10 بيضات، بصلتين كبار أو 3 بصلات متوسطين متقطعين مكعبات كده، معانا ربطتين كزبرة وبقدونس واخدين النص اللي تحت ومقطعينهم زي ما انتم شايفين كده، يبقى كزبرة وبقدونس. معانا راس توم صغيرة مفرومة، طبعا حاطين عليها ملح، حبة ملح صغيرين كده. طماطمتين كبار متقطعين زي ما انتم شايفين كده، او 3 4 طماطمات صغيرين. جزرايه كبيرة مبشورة او جزرتين متوسطين. ومعانا ربع كوز لانشون صغير، لانشون الصغير اللي هو لانشون الفراخ ده، او لانشون اللحمه لو عندك، هتاخدي ربع كوز وهتبشريه. وبطاطسايه كبيره مبشوره او بطاطستين متوسطين. ومعانا معلقتين من عجينه الطعميه، سواء فرماها في البيت او جايباها من بره. معانا معلقتين كبار دقيق. يبقى دي مكونات الايه، العجه المصريه بتاعتنا. البهارات بتاعتنا عباره عن معلقه صغيره ملح، معلقه صغيره كمون، معلقه صغيره فلفل اسود، معلقه صغيره شطه ناعمه، معلقه صغيره بهارات سبعه، معلقه صغيره كركم، نص معلقه صغيره زعتر، نص معلقه صغيره ايه، بابريكا. خلاص، دي المكونات بتاعه العجه المصريه بتاعتنا. يلا نشوف هنعملها ازاي. يلا يا حبايبي، هنجيب طاسه غويطه ونحطها على النار ونحط فيها شويه زيت حلوين. واول حاجه هننزل بيها البصل. بسم الله الرحمن الرحيم. لما تيجي يا حبيبتي تحطي الطاسه على النار، خلي الايد جوه، علشان ممكن كمك يجي فيها تروح الطاسه مقلوبه، عندك عيل صغير يمسك الطاسه ايد الطاسه، فخلي بالك يعني. لما تيجي تحطي الطاسه على النار ولها ايد، تدخلي الايد جوه، متخليش الايد بره. تاني مكون هننزل بيه التوم. يعني اول خطوه البصل، تاني خطوه التوم. وقلبي بقى كويس كده. الله، الريحه ولسه ما عملناش حاجه، ريحتها جميله جدا عشان حطينا الثوم، ادى ريحه حلوه قوي. حاجه تالت خطوه الطماطم. يبقى تالت خطوه ايه، الطماطم بعد الثوم مباشره. نقلب بقى كويس مع بعض كله كده. كده خلاص الطماطم دبت معانا، هننزل على ايه، رابع خطوه الجزر. خليكي معايا كده وركزي معايا خطوه خطوه كده. نقلب بقى الجزر. كده العجه دي هعملها لكم بوصفتين، وهنشوف الوصفتين بتوعنا دلوقتي ايه. يعني احنا هنعمل الخلطه وهنطلع منها وصفتين. الخطوه التانيه الفلفل. معانا قرن فلفل حار وقرن فلفل بارد، وخرطناهم وهنحطهم على الجزر زي ما انتم شايفين كده. الخطوه التانيه هننزل بالبطاطسايه المبشوره. يلا قلبي بقى كده. شكلها والله يتاكل ني، جميله جدا. صحة وعافية يا رب. الخطوة التانية اللانشون المبشور. اللانشون ده هيوديلك العجة في مكان تاني خالص، هيوديها لك في حتة تانية. قلبي بقى كويس كده
لحد المكونات ايه تتجانس مع بعض كلها. حبة عجة ان شاء الله بالهنا والشفا، وهتدعيلي عليهم ان شاء الله. انا معلقتين عجينة الطعمية. هننزل عليهم بقى بالبهارات بتاعتنا، نقلبي بقى كويس. طبعا احنا حطينا معلقه صغيره ملح، ليه؟ لان حاطين معلقه صغيره على الثوم واحنا بنفرمه، فخلي بالك من الحته دي عشان ما يطلعش حرقه معاكي. بعد كده هننزل بقى بمعلقتين الدقيق، قلبي بقى كويس. واخر حاجه خالص هننزل بيها هتبقى الخضار اللي هو البقدونس والكزبره. انزلي بقى بالبقدونس والكزبره كده، نقلب بقى كويس. يبقى اخر خطوه في العجه خالص الخضار، عشان يدنوا ايه الخضار بتاعه فيه. يلا نطفي بقى، نطفي النار ونسيبها تبرد، علشان مش هنحط البيض الا بعد الايه الخلطه ما تبرد خالص، عشان البيض ما يستويش معانا. وطبعا قبل ما ننزل من البيض، الله 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 على جمالك يا عجة، الله الله الله. ما شاء الله، الله اكبر. ريحتها تتاكل نية والله، ريحتها جميلة جدا. كده بقى الخليط بتاعنا برد، نحط حاجة كده سلطحة كده، نحط عليها البولة، ونكسر بقى ايه ال10 بيضات بتوعنا دول. بسم الله. ال10 بيضات دول هننزل عليهم بايه؟ هننزل معلقة ونص صغيرة بيكنج باودر، عشان يخلي معانا العجة هشة وجميلة. تمام كده. نجيب شعرة فلفل اسود، شعرة صغيرة خالص، يعني نقوم بقى على الخليط بتاعنا ونقلب بقى الخليط بتاعنا ايه كويس جدا لحد ما الخليط كله يشرب البيض. يلا نشوف بقى هنعمل مع بعض ايه. هنجيب صينيه جميله كده وندهنها ايه حبه زيت كده، حاطين فيها زيت حبه صغيرين اهو، وايه وندهنها كده بالفرشه. قلنا هنعمل مع بعض وصفتين للعجه. هنعمل صينيه في الفرن. بسم الله، بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الله اكبر.
تمام خالص. هنهزها كده، هز الصينيه كده. ما شاء الله، شايفه؟ ما شاء الله، الله اكبر، جميله جدا وطعمها تحفه، والله طعمها تحفه وهي نيه. هندخلها بقى الفرن ونشوف هنعمل الباقي ايه. وهنجيب طاسه جميله كده او صينيه، ننزل فيها بزيت، شويه زيت حلوين كده. لما الزيت يغلي هنشوف بقى هنعمل ايه بقيه العجه ازاي. يلا بمعلقه كده بقى، وانزلي ايه بواحده واحده كده في قلب الزيت. الزيت بتاعك غلي اهو. المعلقه كده وشوفيها بقى احمرت من تحت ولا لا. تمام جدا جدا. العجه بتاعتنا استوت اهي بعد ما طلعت من الفرن. شايفين شكلها روعه، حاجه كده جميله جدا. هنحط بقى عليها شويه موزاريلا بسيطه كده ونحطها تحت الشوايه. هي كده خلاص استوت. موزاريلا بسيطه خالص كده، مش هنغرقها ولا حاجه. نحطها بقى تحت الشوايه. العجه بعد ما طلعت من الفرن اهي، خلاص طفينا الشوايه. ودي شكل العجه بتاعتنا بعد ما طلعت من الفرن، ودي شكل العجه اللي احنا قلناها. يلا نشوف مع بعض بقى. نقطع حته كده. حطينا طبعا شويه بقدونس، قرن شطه، لزوم الشكل يعني. ما شاء الله ما شاء الله، ريحتها جميله جدا، وصحتين وعافيه يا رب على قلوبكم. شايفين من جوه عامله ازاي؟ ما شاء الله، الله اكبر، ما شاء الله، جميله جدا جدا جدا، وفيها كل المكونات الصحيه. جربوها ان شاء الله تعجبكم وهتدعوا لي والله. ما تنسوش بقى اللايك والشير واشتراك في القناه لو اول مره تشوفوها. تحياتي ليكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.